اهلا وسهلا وصباح الخير. ان شاء الله يا رب تكونوا دايما كلكم بخير. النهارده فلوج جديد هنعمل مع بعض كافي كورنر بشكل وفكرة بسيطة جدا اي حد ممكن يعملها. واخر الفيديو هوريكم احلى وصفة البامبكن سبايس لاتيه، احلى من اي حاجة ممكن تدوقوها في الكافي شوبس. فيلا بينا نبتدي. ده الكافي كورنر اللي عندي مفيهوش اي حاجة غير مكانة القهوة والهولدر بتاع الكبسولات. هشيل هولدر الكبسولات من هنا دلوقتي وننظف مكان كده بسرعة، ووريكم ازاي هنستخدم كيك ستاند عادية جدا علشان نزين المكان ونحط فيه شوية حاجات بمناسبة الخريف، وان احنا لسه في ثيم الخريف في كل الحاجات اللي بنعملوها. كده خلصت خلاص. كل اللي انا عملته ان انا جبت الكيك ستاند، بما ان احنا معظمنا عندنا الكيك ستاند ومش بنستخدموه الا بس وقت معين، اللي هو لو في عزومة او حتى هنقدم طريقة معينة، وده معظم الوقت بيبقى مش مستخدمينه. فهو حاجة كويسة ان احنا نستغلوه في فكرة زي دي. لو مفيش كيك ستاند ممكن تحطي صينية شكلها حلو تحبيها، سواء ماربل سواء خشب او حتى اي صينية عندك. حطيت شوية بامبكن هنا اللي تحت، حطيت فيها السكر اللي بستخدمه. الفكرة كلها ان انتي تحطي المجات الاكتر مجات انتي بتستخدميها، علشان ما يبقاش بس مكان بيتعبى تراب وخلاص. المجات اللي بتستخدميها طول ما انتي بتستخدميها خلاص هتتشطف وتتغسل وتحط مكانها، وبكده مش هيبقى فيه مجال ان الكيك ستاند بالحاجات اللي عليها تكون داست كاتشر زي ما بنقول. تحت كنت حطيت لوحة صغيرة مكتوب عليها ready for fall since last fall، وبس ما حطيتش اي حاجة تانية اكتر من كده. الكافي كورنر تقدري دايما تزينيه باي شكل انتي حباه وبابسط الحاجات، وبيطلع شكله حلو. وما تنسوش تحطوا حاجة ورد او زرع لونها اخضر صغيرة بتزين المكان وبتديله شكل كويس. بالنسبة للوصفة بتاعة البامبكن سبايس لاتيه، الحاجات اللي احنا محتاجينها هيفي كريم، هيفي ويبنج كريم، ده سي سولت وقرفة والميبل سيرب، ومعلقة صغيرة من البامبكن بيوري او القرع العسل، اللي هو البيوري بتاع قرع العسل. ممكن تعملوه في البيت بس ده انا جايباه جاهز بصراحة. وكوباية عشان تخلطي فيها كل الحاجات دي. لو ما عندكيش سي سولت وميبل سيرب مفيش اي مشاكل انك تستبدليهم باي حاجة انتي بتحلي بيها، يعني سواء سكر عادي او سكر من الدايت لو انتي عاملة دايت. الوصفة ما تزوديش فيها البامبكن بيوري قوي، يا ريت يكون بس معلقة صغيرة، وممكن اقل من معلقة كمان، علشان لما بتزوديه بيبقى طعمه باين وبيبقى مش ظريف. يعني دايما لو الوصفة عندك بتقول معلقة خليها معلقة الا ربع. لو عندك ممكن
في البيت يعني قرع، ممكن تعملي بامكن بيوريه بنفسك وتخزنيه في التلاجة وتاخديه على الاستخدام، سواء ان هتستخدميه في حلويات او هتستخدميه في القهوة. وزي ما قلت لو يعني مش لازم ابدا ميبل سيرب لو انتي مش عندك، بس هو بيدي بصراحة طعم ألطف كتير من السكر العادي. هتخلطي كل المكونات اللي عندك في المج اللي انتي بتستخدميه. لو ما عندكيش مكنة قهوة وبتكون بتخلط اللبن او الكريمة على البارد، استخدمي المضرب بتاع النسكافيه العادي اليدوي. انا عشان المكنة عندي بتضرب على البارد فهستخدمها، ما عنديش مشاكل. لكن لو عندك مكنة زي النسبريسو او مكنة القهوة العادية، هتلاقوهم دايما بيخلطوا بس اللبن والكريمة على السخن، فما انصحكيش، لان ده اللي احنا هنعملوه ده ايزد بامكن لاتيه مش سخن. لو سخن مفيش مشاكل. المكنة بتاعتك شوفي الاقل شوتس فيها اختاريها. انا عندي ال12 اكتر حاجة واقل حاجة 8، فهستخدم 8 لان التلج الموجود هيسيح فالتركيز هيقل. فظبطيها على اقل حاجة. لو مكانت نسبريسو خليها مثلا من 3 شوتس لحد 6، هيكون مظبوط وكويس برضو. ولو ما عندكيش مكنة خالص وبتستخدمي الانستنت كوفي زي نسكافيه برضو مفيش مشاكل، بس شوفي انتي بتحبي القهوة بتاعتك قد ايه. يعني مثلا لو بتاخدي معلقة على مج بتاعك، يبقى هتاخدي نفس المعلقة على تلت الكب او المج بتاعك بس، وبعدين تزودي التلج وتزودي الكريمة بعد ما تضربيهم. الفترة دي في الأسواق هتلاقي الكبسولات مثلا عاملينها القهوة بامكن، فتقدري تستخدمي. ممكن هنا عاملة بامكن سبايس لاتيه، وحتى ستاربكس وكل الأنواع بتاعة القهوة منزلاها، تقدري تستخدمي اللي انت عايزاه. بس بما ان انا اصلا البامكن اللي كان معلم عليه السبايسز بتاعته وحطيت قرفة، فهستخدم قهوة عادية هنا. نفس الكلام برضو لو بتستخدمي القهوة الانستنت كوفي اللي هي بتاعة النسكافيه العادي، حطي قرفة اللي احنا حطيناها، وممكن تزودي رشة خفيفة من جوز الطيب، بتدي طعم كويس جدا. بس انا اوريدي برضو البامكن اللي انا استخدمته كان عليه السبايسز منها جوز الطيب، فما زودتش اي حاجة تانية غير القرفة. هنا انا هضرب الكريمة اللي احنا حطينا عليها السبايسز بتاعتنا على البارد زي ما قلت. لو انتي ما عندكيش تضربي في المضرب بتاع النسكافيه العادي، واول ما تضربي هتلاحظي انها بتتقل زي ما انتوا شايفين. تقدري لما تخلصي تشوفي السمك بتاعها، لو لقيتيها تقيلة قوي تقدري تضيفي شوية كريمة تاني تخففيها، وبعدين تخليها مظبوطة بحيث ان هي تكون سايلة شوية زي ما انا هوريكم دلوقتي. انا كده جهزت كل حاجة. القهوة سبتها لحد ما بردت، والكريمة ده السمك المظبوط بتاعها انها تكون سايلة شوية بس في نفس الوقت تقيلة. التلج، ولازم ما تنسوش تسيبوا القهوة تبرد او تسيبوها حتى في التلاجة قبلها، علشان لو سبتوها سخنة زي ما ناس كتير بتعمل تحط التلج وبعدين تحطها سخنة عليها، تسيح التلج في ساعتها ومبيبقاش طعمها كويس ولا مظبوط زي ما المفروض يكون.
يكون الفلوج بتاع النهاردة عجبكم. لو الفيديو عجبكم ياريت تدوني لايك وسبسكرايب القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم الفيديوهات بتاعت كل اسبوع، واشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله.